بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العلي العظيم. الأستاذ الدكتور كامل كريم الدليمي، ممثل فخامة رئيس جمهورية العراق، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية المحترم، سماحة السيد عبد القادر الآلوسي، رئيس مجلس علماء الرباط المحمدي وراعي ملتقى التصوف العرفاني العالمي المحترم، أصحاب الفضيلة والسماحة، السادة العلماء، ضيوف العراق، ضيوف الملتقى، الحضور الكريم جميعا، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. ولأعمال الملتقى بلوغ ما فيه مرضاة الله تعالى والخير والسعادة. إن مثل هذه الفعاليات يمكن أن تكون مهمة وفاعلة في هذه الظروف التاريخية الصعبة، وذلك بالعمل على تقديم الصورة الحقة للإسلام، صورة الاعتدال والمحبة والمساواة ما بين البشر، وإزاحة الصور التي أراد بها المتطرفون من تكفيريين ومتعصبين ومتشددين تشويه الدين الحنيف، دين العدل والإخاء وكرامة الإنسان. لقد كان بلدنا وشعبنا من ضحايا الفكر المتطرف، وقد خسرنا جراء ذلك من أبناء مجتمعنا الكثير، كما نجحنا في دحر التطرف والتكفير الإرهابي، وذلك من خلال التضحيات العظيمة التي قدمتها قواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها، وقدمها شعبنا العظيم من أجل الحرية والأمان. الكلمة الآن لممثل مجلس القضاء الأعلى سيادة القاضي ناصر عمران المحترم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في محكم كتابه الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. الإخوة الحضور جميعا، مع حفظ الألقاب والمناصب والذوات من خارج العراق وداخله، السلام عليكم. يطيب لي متشرفا أن أنقل لكم تحيات وسلام الأستاذ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان المحترم، الذي يؤيد عقد ملتقاكم الكريم هذا، والذي ينقل تحياته لكم جميعا. الأوقاف والإرشاد اليمنية سماحة الشيخ مختار الصارمي، فليتفضل مشكورا. أما بعد، اسمحوا لي أن أنقل إليكم تحيات ومباركات إخوانكم في يمن الإيمان والصمود والعزة والكرامة. تحيات ومباركات علماء اليمن ورجال التصوف ومفتي الديار اليمنية وحكومة صنعاء
بقيادتها الثورية والسياسية الذين يباركون لكم هذا الجمع المبارك، ولسماحة أستاذنا السيد عبد القادر بهجة الدين الآلوسي العارف بالله نسل العارفين أهل آلوس سادتنا الكرام. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يقول العلامة الحبيب أبو بكر بن علوي المشهور في هذه المقتضيات الثلاثة: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آياته، الآيات الكونية وعلامات الزمان، آخر الزمان ويوم البعث والنشور، والتزكية كما هو علم التصوف. فمن هذا المنطلق التصوف علم من علوم الشريعة الإسلامية وليس شيء آخر. نقول علوم الشريعة الإسلامية: القرآن وعلومه، الحديث وعلومه، الفقه وعلومه، اللغة وعلومها، التوحيد وعلومه، التاريخ وعلومه، والتصوف وعلومه. فهو علم من علوم الشريعة الإسلامية. فلذلك يقول الإمام مالك رحمة الله عليه: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. ويقول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، فإني وحق الله إياك أنصح، فذاك قاس لم يذق قلبه تقى، وهذا جهول كيف ذا الجهل يصلح. سماحة الشيخ عبد الصمد عبد الكريم، رئيس القسم العربي بجامعة المعدن كيرالا من جمهورية الهند. فيسعدني في فاتحة هذه الكلمة أن أنقل لكم تحية إخوانكم المسلمين في بلاد الهند، بلاد الوحدة في التنوع. وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بشكرنا وتقديرنا لسماحة الشيخ عبد القادر الحسني الآلوسي حفظه الله، ومن معه من العلماء والأشراف وجميع من يتعاون معه في هذه الأراضي المباركة الطيبة على عقد هذا المؤتمر الذي يجمع من يسير على منهج التصوف والذين يمثلون مختلف بلاد العالم. إخوتنا الأعزاء، أتيناكم من بلاد الهند، يربطنا حبل الله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يربطنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يربطنا هذا المنهج الذي رسمه لنا سيدنا غوث الأعظم السيد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وسيدنا جنيد البغدادي قدس الله سره العزيز، وسيدنا أحمد الكبير الرفاعي قدس الله أسرارهم جميعا. ومثل هذه المؤتمرات تساعدنا في تقوية هذه الروابط الإيمانية وتشييد هذه العلاقات. سماحة الشيخ الأستاذ في جامعة أحمد كتار الدكتور علاء الدين الزعتري من الجمهورية العربية السورية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته ومن تبع هداه وأحبه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأحبة، يقول المولى جل في علاه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها
كل حين بإذن ربها. الكلمة الآن للجمهورية الإسلامية الموريتانية يلقيها الداعية والمفكر الإسلامي السيد محمد مولاي أحمد، فليتفضل إلى المنصة مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. أيها الجمع الكريم، في آم الأمة الذين التقوا في هذه المدينة العجيبة المتميزة، أبدأ مداخلتي ببيت شعر لشاعر موريتاني قديم قال فيه: لست من أهل هذا الفن إلى أن يقول: لأني شغلت بالنحو وبالبيان وإن هذان لساحران، أما أنا فلم أشتغل بشيء بسبب نفسي الأمارة، وإن كنت محبا للطرق الصوفية وولدت وترعرعت في أكنافها. قلت مرة لأحد الدواعش لما سألني عن رأيي في التصوف، قلت له: إن الطريقة الشاذلية أعمامي، لأن والدي جعفر بن مولاي أحمد رحمه الله كان زاهدا شاذليا، ووالدتي كانت من الطريقة القادرية، وأخي الأكبر مولاي علي بن جعفر بدوره، وبالتالي فإن القادرية الفاضلية أخوالي، والتجانية إخوتي، لأن أخي الأكبر تجاني، أما أنا فقد منعتني نفسي الأمارة. التصوف متغلغل في نفسيات الموريتانيين، وللتذكير فإن الجهاد قادته كانوا من الطرق الصوفية على اختلاف مشاربها. كان الشيخ مال عين الحسني وهو قادري هو الشخصية الأبرز في دفع الموريتانيين إلى قتال الفرنسيين، والرئيس الحالي جده الشيخ القزواني هو من بعث ودفع مريديه إلى قتل مهندس احتلال موريتانيا الغازي كبولاني، وبالمناسبة رئيسنا الحالي ينتمي للطريقة الشاذلية. من هنا أقول إننا مجتمع متصوف، وذلك ما يفسر الكثير من السماحة التي يتميز بها مجتمعنا. الكامل المكمل أكمل الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وقائد غر المحجلين، جد الحسن والحسين، سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكرام، أقدم خالص شكري وتقديري لصاحب المجلس السيد الشريف المحترم ابن عمنا السيد عبد القادر آلوسي الجيلاني، وجميع الحاضرين من العلماء والمشايخ، وخاصة حكومة العراق المحمية، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المجلس، صار تقريبا 46 سنة أنا في خدمة وبحث عن مؤلفات سيد عبد القادر الجيلاني، ولا يخفى على العالم وعلى المفكرين في التصوف أن التصوف العلم، أن التصوف مبني على الكتاب والسنة كما يقول السيد عبد القادر الجيلاني. وها أنا أثبت لسيد عبد القادر الجيلاني، أقول أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، لا الباحث، ولكن الخادم لنعل سيد عبد القادر الجيلاني. أكثر من 100 مؤلف لسيد عبد القادر الجيلاني، أكثر. والباحث الألماني المفكر بروكلمان يثبت أن لسيد عبد القادر الجيلاني 52 مؤلف. الموسوعة التركية الدينية روايتين 50 إلى 1000 مؤلف لسيد عبد القادر الجيلاني، لأن السيد عبد القادر الجيلاني يعطي العلم ويعطي الدرس، و40 من الكتاب يكتبون درس عبد القادر الجيلاني ويجعلونه كتابا. الآن طبعنا التفسير الجيلاني، و32 من مؤلفات سيد عبد القادر الجيلاني. هذا هو التصوف وهذا هو العلم. والسيد عبد القادر الجيلاني وصيته للعلم وتعريفه للمشايخ للمرشد الكامل في التصوف 5. المرشد الكامل له 5 أوصاف. هذا كلمات سيد عبد القادر في كتاب الفتوى في كيفية أخذ العهد والبيعة على الكتاب والسنة.
طبعنا من المخطوط أيضا بيضم 32 مؤلف، والمجموع 48 مؤلف لسيد عبد القادر الجيلاني. وصف المشايخ، وصف الشيخ المرشد الكامل، خلق المحمدية، صدق الصديقية، عدل العمرية، حلم العثمانية، والعلم وشجاعة الحيدرية. هذا وصف الشيخ المرشد الكامل. هذا هو التصوف والعلم، هذا هو التصوف والحقيقة. ويقسم سيدنا عبد القادر الجيلاني العلم إلى 3 أقسام: العلم الحقيقي، الحقيقية بالحق لمعرفة الحق جل جلاله. والثاني العلم المعنوي لإظهار المعنى المعني في المعنى، وعلم الشريعة والحقيقة. والثالث علم الظاهري، علم الظاهر بما يسمى الفن اليوم، جميع العلوم الفن يعني من الطب والهندسة وجميع علوم. ورأيت عبارة قبل سنين، كنت شابا أول ما دخلت مكتبة الفاتيكان بروما، كنت شابا ببركة، دخلت ببركة سيدي وجدي وهمة سيدي عبد القادر الجيلاني، ورأيت كثيرا في عمري من كراماته رضي الله تعالى عنه، كما يقول الإمام النووي: لا يليق به إلا رضي الله عنه. واليافعي وابن حجر الهيثمي وغيرهم من العلماء: لا يليق بسيدي عبد القادر الجيلاني إلا أن يقول رضي الله تعالى عنه. عبارة مكتوب بلغة الإيطالي، ومعي صديقي إيطالي مسلم، سألت عنه ما هو كلمة هنا مكتوب عبد القادر جيلانو بالإيطالي، ما هو الكلمات؟ ترجم لي، يقول سيد عبد القادر الجيلاني في عهد كتبه عليكم بالعلم جميع العلوم، وعليكم بالارتفاع في العلوم، بالارتفاع وعلو في جميع العلوم.